لا بس عنده يا جماعه حاجه طبعا بصي خالص البنشاوي طبعا شابوه على لانه واحد انسان وجيبا شيف محترم يا جماعه عقبالنا طبعا كلنا. يعني شهرين كده وان شاء الله اتمنى اني احقق جزء من الوحي واتمنى ان احقق اكتر من كده باذن الله. بنبارك للقيادات شرافي على الشيك الكبير اللي هو اخده فنانة تشكيلية. أول مرة تاني شاركت معانا مين اللي كده؟ معانا مين كده؟ دنيا اسكندرية أول مرة؟ إيه؟ كوتش مين؟ لا كوتش موسم اسكندرية. مريم اسكندرية. أول مرة. مدام حنان من اسكندريه. كوتش مدام حنان؟ مدام حنان لسه جديده بقى. عم جمعة فين؟ أحمد نورني. أهلا بيكم يا جماعة. أنا أخوكم رامي راقد من اسكندرية. 34 سنة. شغال في التجارة الإلكترونية بقالي سنة دلوقتي. عندي شركة رحلات بره البيزنس. بس دخلت التجارة الإلكترونية من سنة بالظبط وكان هدفي إن أنا أدور على بيزنس قوي. حاجة أعملها وقت الفراغ بتاعي، أدور على الوقت اللي أنا قاعد فيه وأعمله. عكس الناس، عارف الناس لما تيجي تفكر إن هي تعمل مشاريع هتلاقي فكرها هيقول إيه؟ أنا ما معيش رأس مال. أجيب رأس المال منين عشان أعمل مشروع؟ الفكرة عندنا مختلفة. تماما وفقا ان انا بعمل مشروع وقت الفراغ بتاعي راس المال بتاعي اتغير جدا ولكن اقدر اعمل منه ارباح كتير. انا لو عندي مثلا مليون جنيه عشان يعمل لي ربح 20000 جنيه في الشهر كان مشروع تقليدي شركه وفرت لي دوت. فانت انا هقدم لك بزنس قوي جدا تقدر تعمل ربح ال 20000 جنيه في الشهر بالنسبه لك ان راس المال هو ايه؟ مشتريات. ايه مشترياتك ديت؟ انا دلوقتي بدأ البيزنس كان البدايه بتاعتي ان انا عايز اعمل مشروع. مشترياتك ديت وقيمه المشتريات اللي انا عايز ادرب لا رمل شيء رمل شيء رمل بتكلم عن الشركه اعلان شفوي. يبقى انا مش محتاج ان انا احط مثلا اعلانات واجيب ناس ان هي تعمل الدعايه واعلان وادفع مليون ولا ارقام معقوله ان انا اعمل اعلانات عن الدعايه. البيزنس اللي هو منتجات الملابس، شركه قدمت لي البيزنس بتاعي والمشروع عباره عن موقع ومنتجات وخدمات. اقدر اسوق البيزنس دوت. دورت على المشروع دوت ان انا عايز اعمل بيزنس اونلاين واجيب الناس دي تشتغل ازاي. الشركه قالت لي شركه مكسبه بيع وخد عمولات. فكره المشروع بتاعنا او التجاره بتاعتنا هي بيع وخد عمولات. طيب انا عايز اعمل دوت افكر ازاي؟ اول حاجه ادور مين الناس اللي شغاله في التجاره او في التسويق. انا داخل في مجال التسويق او التجاره. هتاجر في ايه وهبيع ازاي؟ اول اسئله بتدور في ذهن اي حد. انا هبيع ايه وهبيع ازاي وهتاجر في ايه؟ التجاره بتاعتك هي منتجات لله. يبقى من ساعه استخدامات الانسان الطبيعي ان هو بيحتاج الوجود. مفيش حد بيقدر يستغنى عن الاكل والعلاج واللبس والتعليم. انا دلوقتي بدور واشوف مين اغنى ابناء العالم شغالين في ايه. هتلاقيهم شغالين في تجاره الكترونيه. لقيت ان التجاره ديت هي اقوى تجاره ممكن تتخيلها. تجاره عن طريق الاونلاين. انا دلوقتي بالنسبه لي اعمل محل راس مال وامان وسيستم وديزاين وبضاعه وعمليات تجاريه وضرايب وتامينات. هتلاقي نفسك بتدفع راس مال كبير في مشاريع عاديه. طب لو عايز اتكلم عن التجاره الالكترونيه، التجاره الالكترونيه البيزنس بتاعها سهل جدا وبسيط عن طريق اونلاين. بعمل محل برضه عن طريق الاونلاين. يبقى المتجر دوت بقدم فيه المنتجات، بقدم فيه الخدمات وابدا اسوق. طيب عشان اعمل ده لوحدي اعمل متجر لوحدي انا محتاج خلي يعمل لي ويب سايت. الويب سايت دوت
هيكلفني مش اقل من 50,000 جنيه فاضي. محتاج ان انا اجيب منتجات واحطها، عايز اسوق، عايز ابيع، طيب الفني اللي هيجي يعمل لي الموقع دوت هيبقى بالنسبه لي 50,000 جنيه في الاول. طيب محتاج مقر احط فيه عماله، محتاج سيستم، محتاج ديزاين برضه، محتاج شركه شحن عربيات تودي المنتجات لحد الناس، محتاج التسويق. يا جماعه كلمه التسويق هي كلمه قويه جدا. يعني ايه؟ يعني عشان اشتغل في مكان اسمه التسويق البيع والشراء هي التجاره، هو ده البيزنس. لو عايز اعمل بيزنس هدور واشوف ايه هي التجاره اللي بتتعمل، البيزنس البيع والشراء. انا هبيع، ده المشروع اللي ناجح، مش شغال في وظيفه ولا في مهنه ولا في صنعه ولا في حرفه، شغال في البيزنس التجاره البيع والشراء. يبقى انا عشان اسوق وابيع واشتري يا اما اوفلاين يا اما اونلاين. رفضنا حته الاوفلاين لان هي مشاكلها كتير، وهتلاقي ان انت في مصاريف شغاله عليك، ميزانيات عليك من عدادات تجاريه وضرائب وتامينات. يبقى انت المكسب اللي جاي لك من الاوفلاين سمحت بقطع نص مصاريف شغاليه. لا انا قررت ان انا هعمل اونلاين، ولما اجي اعمل اونلاين هعمله لوحدي. براجع تاني، هعمله لوحدي ولا اعمله مع شركه ناجحه؟ وادور اشوف مين هي الشركات اللي ناجحه. لقيت ان في دورة امازون، جوميا، لقيت لونسين، لقيت بتاع الشاي، دي شركات عالميه كلنا سمعنا بيها. الشركات ديت مين اصحابها؟ هتلاقي اصحاب الشركات دي هم اغنى اغنياء العالم. يبقى ده البيزنس الصح اللي انا اعمله. يا جماعه عندنا وفار تعاون الله. يبقى انا هدور على بيزنس اعمله قوي، اشوف مين اغنى اغنياء العالم وشغالين في ايه. اغنى ناس موجوده في العالم من اول ايلون ماسك لجوزيف لاريريك ماسك لفليكس لارنر ماكنزي جاك ما، دول الناس اللي هم شغالين في التجاره الالكترونيه. طيب الناس دي هم اصحاب ضرب وكبير وهم الشركات اللي قلنا عليها. طب بيسوقوا منتجات ملابس. الشركات دي اصلا تجاره منتجات ملابس. ده بالنسبه لي كان نجاح، ان انا دورت شفت مين الناس ديت، ماكسيمم مين الناس اغنى ناس موجوده وشغالين في ايه. ده كان بالنسبه لي اول حاجه انا دورت عليها. دورت على التجاره الالكترونيه، شفت هي التجاره الالكترونيه ناجحه ولا لا؟ مين هم اغنى ناس موجوده في العالم وشغالين في ايه؟ ده النجاح. ده بالنسبه لي ليه انت في الوقت ليه تفكر صح. فانت حطيت رجلك على اول طريق ومسكت اول خيط صح. اعمل ايه بعد كده؟ لو انا عايز اعمل البيزنس في التجاره الالكترونيه دي لوحدي محتاج ان انا اعمل الموقع زي ما قلنا يكلفك مش اقل من 50,000 جنيه. محتاج ان انا اجيب عماله، عايز عملاء، عايز عربيات شركه شحن تودي المنتجات للناس، وعايز اكون انا بصنع المنتج نفسه عشان لما اقدمه ما تخسرش. لكن انت دلوقتي هتجيبه وهتبيعه وهتاخد عموله كانك بتبيع وتشتري. فكره بقى الاونلاين هي سرعه في الانتشار، قله في التكلفه، سهوله في الجهد، بتعمل لك ارباح كبيره. اتفقنا عليها دي. طيب لو انا عايز اتاجر في الاونلاين دوت هبيع واكسب، بعت قطعه من المنتجات هكسب منها 50 جنيه ولا 100 جنيه والموضوع انتهى. زي المحلات، فكره المحل لما بتخش المحل عايزين يخشوا معلش تعالي هنا خش معلش عايزين نفتح الباب. لا لا عايز تطلعوا تاني خلاص ممكن الكرسي اكيد ده خلاص. بعد كده بعد كده ايوه ايوه كده كويس؟ تمام. الفكره بتاعتنا ان انا عايز ابتدي شغل لوحدي. عشان ابتدي لوحدي بيزنس لوحدي واعمل الاونلاين ده لوحدي هتحتاج راس مال برضه مش اقل من مليون جنيه عشان تبدا تعمل مشروع اونلاين. عايز اكسب مكسب كبير. مش فكره ان انا ابيع قطعه واكسب منها 200 جنيه ولا 100 جنيه، لا. الفكره هنا مختلفه، هو بره الفكر الاوروبي. انا عايز اكسب من 6 مصادر بطريقه مختلفه.
ده اللي عملته الشركه. عملت تكلفه مصادر الرزق وزاد الفكر بتاع جاك ما طبعا راجل كتير، وقال لك ان انا هقدم لك بيزنس تقدر تكسب منه وتكسب كل الناس اللي معاك. فكل شخص جاي للبيزنس ده هو هيكسب زيه زيك، بس بالعكس كمان يمكن احسن منك. ليه؟ لان هو خد المشروع برضه وانت خدت فرصه، بس المكسب ليه هو اكيد لان هو دخل البيزنس. يبقى انت لما تقدم له مشروع تقدم له مصدر دخل يعيش منه مدى الحياه، عكس لما انت بتخش المحل تشتري منتجات تاخد عموله العلاقه بتنتهي. ده شغل المحلات. يبقى انا لما ببيع منتجات ملابس بقدم المشروع مع الشركه قدمت لي منتج وقدمت لي خدمه مشروع. انا برضه بقدم المنتج وبقدم خدمه المشروع. المنتج هو منتج استهلاكي في حياه الناس كلها بتستخدمه كملابس. المشروع بقى تعالى نتكلم عن المشروع. المشروع قدمت لك الشركه موقع ويب سايت عباره عن محل على الاونلاين. تشترك المحل ده ويب سايت. لو فكرت تعمل واحد زيه الامكانيات اللي فيه مش اقل من 250,000. وقدمت لك توكيل اللي هو الفرانشايزر. توكيل اسمع مين؟ قدمت لك توكيل فرانشايزر. التوكيل دوت هو عباره عن رخصه المحل بتاعك. التوكيل دوت الاجلس التوكيل دوت بتوكيل محامي واثنين ايوه و10 عنه. مثلا التوكيل دوت توكيلك ما يجيش عن 400,000 على التوكيل اهو. التوكيل تاخده توكيل شراكه جوه الشركه. بتديك الاحقيه ان انت تاخد الفرانشايزر بتاع الشركه وتبدا تسوق للشركه دي. يبقى انا عندي الشركه دلوقتي قدمت لي محل على الاونلاين وقدمت لي توكيل، تمام؟ وابدا اتعامل ازاي اشتغل في البيزنس ده. طيب تعاملك ازاي او تعليمك ازاي في البيزنس عن طريق الكورس بتاعك. الكورس بتاعك هيعلمك ازاي تشتغل في البيزنس. طيب 4 حاجات مهمين عشان تتعلم التسويق. 4 حاجات مهمين عشان تتعلم التسويق. اول حاجه تكون قابل للتعليم. دي مرحله اولى. ابقى قابل للتعليم، اتعلم، داخل البيزنس اتعلم. ودي كانت مرحله في الاول بالنسبه لي قابلتها بكل صراحه. اتعلم اتعلم البيزنس، اتعلم التجاره. ثاني مرحله دي هي مرحله اعلاميه، وهتبدا تشرح اللي انت اتعلمته. واعلامي السوشيال ميديا انت رابعه، تبدا تتعلم الكلام دوت. ليه احنا بنعمل لايفات وبنطلع بنفسنا في الاونلاين والسوشيال ميديا؟ عشان انا بعلن عن بيزنس قوي جدا وانا بقدم المشروع ده للناس كلها. تمام؟ ثالث مرحله دي اسمها مرحله قياديه، تبدا تكون ليك فريق. الفريق بقى ده النجاح. معناه ايه؟ ان انا النهارده بعمل فريق والفريق ده بيفضل يعمل لي ارباح دايما مدى الحياه. زي الكلام ده يا كوتش. عارفين فكره الاستثمار والادخار؟ هي دي فكره الاستثمار والادخار. يعني كل ما فريقك بيكبر كل ما ارباحك بتزيد. يعني انا دلوقتي دخلت البيزنس ده، خدت توكيل، اسهم جوه الشركه، ببدا اعمل فريق بيفضل يعمل لي ارباح في حياتي. هقول لكم على مثل بسيط بيتعمل في العقارات، في مصر بيعملوه نفس الموضوع التوكيل ده. كان المثل ده بيتقال ازاي؟ قال لك لو انت عايز تمتلك عقار تستثمر فيه، عايز تمتلك عقار تستثمر فيه، معاك مبلغ بسيط، المبلغ البسيط دوت 200,000 جنيه، وعايز تشتري عقار ثمنه مليون جنيه. عايز تشتري عقار ثمنه مليون جنيه، معاك 200,000 جنيه، هروح ادفع 200,000 جنيه وهمتلك العقار ابو مليون، وهمضي على 800,000، همضي على 800,000 في البيانات على مدار 5 سنين. فبعد دلوقتي من البنك من الحل اللي انت فيه، ولكن بعد 5 سنين الحاجه دي ثمنها ايه؟ اكيد هتزيد. القيمه الحياتيه في الذهب بتزيد. يبقى انا لو هو جنيه حطيته في البنك وهو واحد من البنك الحل اللي فيه هيزيد 14%، ولو جبت بيه ذهب هيزيد 28%. طب لو حطيته في استثمار وادخار، الفكره هنا بقى مختلفه، ان انا بستثمر الحاجه دي بلاقي منها ربح كبير. طيب لما انا احطها في الحاجه دي بعد 5 سنين بتملك برقم واستثمر فيها وجبت مستمره بقى. بدل عملت 36,000 مش محتاج غير ال8 دي. انا كرامي لا انا عملت كده فريق، عملت فريق واحد، ما استكفيتش فريق واحد، ولكن انت لو مستكفي فريق واحد 8 دول علمهم ودربهم زي ما انت اتعلمت، وابدا خليهم هم كمان كل واحد فيهم يعمل فريق. ساعتها ده النجاح.
كل واحد فيهم يعمل فريق، انت من الثمانيه بتوعك بتاخد 230,000 جنيه. ده ليفل، خد عندك ليفل فيه فريق. يبقى انا مصلحتي ان انا اعلم فريق. ليه؟ عشان اوصل ل 2 مليون و3 مليون. ده الليفل، ده التجاره، ده الاستثمار. يبقى انا من مصلحتي ان انا اعلم كل ناسي وناس، مش بس ان انا ابدا اعمل فرق وخلاص، لا، ده مصلحتي ان انا اخلي فريقي يعمل فرق، وفريقه هو كمان ده اللي ليه اولى مني. تخيل، هو ده اللي ناجح. عشان كده هو ده فكره الفريق بزنس. طيب الشغل بتاعنا هو اونلاين، انا بقدم بزنس ومشروع عادي جدا عن طريق السوشيال ميديا. شغلنا كله دعايه واعلان. بتدخل البيزنس ده عايز حل ببساطه، بتفكر تزود دخلك، تعمل مشروع جنب شغلك او جنب وظيفتك. يقول لك مين من الناس مش محتاجه؟ كل الناس محتاجه ده. لو رحت رئيس الجمهوريه وقلت له انت محتاج تزود دخلك يقول لك اه. لو انت دلوقتي كل شخص جاي يقول لك انا عايز البيزنس ده ادخل معايا، تعلمه بالضرب ازاي يشتغل. ايه هو اللي يضمن لك النجاح؟ كل الكلام دوت للشخص اللي جاي يدخل معاك البيزنس. انت اتعلمت البيزنس لكن مش ضامن النجاح. عايز تضمن النجاح، اي حد محتاج 4 حاجات يطمنوك في البيزنس ده. عايز تعرف ايه الضمانات بتاعت البيزنس، عايز تعرف ايه الخطوات اللي هتمشي عليها، عايز تعرف الخطوات دي سليمه وحقيقيه ولا لا، وعايز تعرف انت من جواك هتنجح ولا لا، هتنفع ولا لا، هتبقى مناسب ولا لا، صح؟ تعالى ناخدهم خطوه خطوه. انا دلوقتي دخلت البيزنس دوت، اول 4 حاجات لقيتهم برضه موجودين في البيزنس، رقم 4 جدا. اول 4 حاجات لقيتهم في البيزنس السيستم. في سيستم، السيستم ده نجح بخطر، يقولوا مش هنقول ارقام، نقول مليون شاب. السيستم دوت عباره عن 10 ورقات نجح كل الناس. ده السيستم الموجود في الشركه، ده اللي بينجح الناس كلها. انا في سيستم عندي موجود في الشركه عباره عن 200 معلومه. انا داخل اطبق السيستم ده، ولما دخلت البيزنس من سنه والله العظيم طبقت السيستم دوت ومشيت عليه بالحرف. ده اللي مخليني النهارده بعمل فرق كتيره، بعمل بيزنس، بعمل ورا الفرق بتاعتي كتير. وانا عندي سيستم انا نجح الناس كلها. لكن اول حاجه خليك تنجح. ثاني حاجه خليك تنجح كورس تدريب. انا الكوتش ما اعرفش حاجه من التسويق وما افهمش في حاجه. كورس التدريب هيدربك ويعلمك ازاي تشتغل. عندنا 4 كورسات: رياده اعمال، ديجيتال ماركتنج، تنميه بشريه، او اس ام سي تكوين ساعات. اي كورس من ال4 دول هيعلمك ازاي تسوق. ده بالنسبه لثاني مرحله من النجاح. ثالث مرحله من النجاح ان في فريق تيم قادر يدربك ويعلمك. في فريق قادر بيدربوك بيعلموك بياخدوك من مرحله الصفر ويوصلوك لاعلى درجه خبره. مصلحتهم عندك ان انت تنجح. وعندي فريق المصلحه من الشرط والانفستيشن اللي بنبني عليها ونقل ده ونمشي. رقم 4 وفي عندي تدريبات اسبوعيه بتحصل كل اسبوع اونلاين واوفلاين. كل جمعه بنعمل تدريبات في عصر اسكندريه واسكندريه ومنوفيه وكل محافظات. انا في القاهره الاسبوع اللي فات. اسكندريه عندنا هنا في تدريب ضربه، هتشوفوا وفات الناس قدامكم ازاي يطمنك. في ناس موجوده في البيزنس ناجحه، ناس عملت مليون جنيه بالنسبه لك في 2 شوفوا قدام عينك. انا بالنسبه لي لو عملت ده مره مش هعرف، لو قعدت اعمل فيه 5 6 سنين مش هعرف، 10 سنين مش هعرف اعمل مليون جنيه. انا حاولت ما عرفتش، عملت الحمد لله بس ما عملتش مليون جنيه في 5 6 سنين. انا كنت بعمل نص مليون في 15 سنه صراحه بقى. 15 سنه بعمل نص مليون. فانت بتتكلم ان انت لو عايز تعمل بيزنس تجيب لك مليون جنيه فعلا طريق والله. وصلت لكام دلوقتي؟ الحمد لله. مش راضي يجيب لنا ومش راضي يجيب لنا شوكولاته. صايمين يا جماعه. طيب التدريبات الاسبوعيه دي في ايه؟ التدريبات الاسبوعيه دي في ايه؟ بتفيدني ان انا ابدا اتعلم اعمل 5000 جنيه في الاسبوع. بحضر تدريب الاسبوع
بحضر للقاده، في قاده بيدربوني بيعلموني. انا كرامي بقى انا بتعلم اروح احضر في التدريب ده عشان اتعلم اعمل ضعف الشيك بتاعي اللي عملته الاسبوع ده. كل مره اروح احضر فيها اتعلم اعمل ضعف الرقم اللي انا عملته الاسبوع اللي فات. يبقى مروح التدريبات الاسبوعيه اتعلم اعمل اضعاف ان شاء الله. ده هيحصل طبعا. عارفين الموضوع؟ يبقى انا بالنسبه لي بروح اتعلم. عندي 4 حاجات علموني. سيستم، كورس، فريق تيم قاده بيدربني بيعلمني مصلحته عني ان انا انجح. رقم 4 ايه؟ رقم 4 بالنسبه لي هو حضور التدريبات الاسبوعيه، المؤتمرات، الإيفنتات. انا بحضر بشوف الناس ديت بتعمل ايه واتعلم منها. كنت بحضر الكوتش الكبار اول ما بدات واشوف ده بيعمل ايه واشوف ده بيعمل ايه واتعلم من كل واحد جزء واطلع انا بقى الدكتور بتاعي. انا لما بظهر لنفسي ما بقلدش حد ولكن انا بقى على كل واحد. انا بروح احضر التدريبات الاسبوعيه. طب انا مسافر القاهره ليه؟ عشان احضر الكوتش في القاهره واتعلم منه واروح اسكندريه واروح الشرقيه واروح الف في المحافظات. انا فاضي البيزنس ده. انا البيزنس عندي بيعمل لي 10000 جنيه في الاسبوع. هروح احضر في البيزنس دوت واتعلم واعمل فيه بجد ولا افضل شغال ب 2000 جنيه في الشهر و 3000 جنيه في الشهر. انا اتمرمطت يا جدعان والله. صراحه يعني انا اشتغلت اشتغلت كتير دورت في اماكن مفيده عايز اعمل فلوس بجد. بالنسبه لي اغير فكري حالي دلوقتي عشان اقدر اعمل فلوس بجد. واغير ديت معناها ان انا اطلع من الدايره اللي انا عايش فيها واروح مكان تاني مختلف. مكان ما حدش يشوفني فيه لان كل اللي حواليا ما عملوش الحاجه اللي تخليني اقلده. يبقى انا عايز اعمل حاجه مختلفه اطلع من المكان اللي انا فيه واروح مكان تاني. انا بنصحك كوتش روح محافظات اللي لسه بادئ روح محافظات روح من المحافظه دي للمحافظه دي واحضروا تدريبات. لما هتتعلموا من التدريبات ديت هتطلعوا بحاجه مختلفه. لو بتشتغل صح وده الشغل الصح يا جماعه اطلع واتعلم من كل مكان شويه واطلع انا بقى حاجه مختلفه. انا دخلت في التدريب فريق انا اسف كان تدريس بالشرطه. خلينا في الاسئله. هنبدا الاسئله اللي عنده اسئله اي حاجه بقى. بص بقى الاسئله تبقى ازاي؟ خلاص بص الاسئله تبقى ازاي.